الاتحاد يقترب من استعادة جهود فقيهي، خطوة غير متوقعة تربك مشهد الاتحاد وقلق جماهيري كبير. الاتحاد يدخل في سباق مع الهلال للتعاقد مع هوساوي، والخليج يرد على الثنائي. الاتحاد يخطط لخطف صفقة محلية بارزة في الانتقالات الشتوية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يا هلا والله بالجمهور الذهبي، يا جماهير العميد اللي ما فيها زيها. كيف حالكم يا أبطال؟ نبغى الهمة يا حبايب، الاتحاد يحتاج وقفتنا. لا تنسون الضغط على زر اللايك وتفعيل جرس التنبيهات، ونشوف آرائكم اللي تبرد الكبد في التعليقات. الحين بنخش في التفاصيل اللي تهم كل اتحادي. يا جماعة الخير، اليوم جانا تقرير يطمنا على واحد من عيالنا. تقرير صحفي كشف لنا آخر المستجدات بخصوص إصابة ولدنا معاذ فقيهي، الظهير الأيسر حقنا اللي انصاب في مفصل القدم الفترة اللي راحت. معاذ فقيهي يقرب من تدريبات النمور. يا زين هالحبر، حسب ما وصلتنا من الرياضية السعودية، فقيهي ما بقاله شيء ويخلص برنامجه التأهيلي والعلاجي في صالة الإعداد البدني. والجريدة نفسها وضحت إن معاذ بيسوي له اختبارات فنية الأيام الجاية عشان يشوفون كيف وضعه ويحددون مدى قدرته على أنه يرجع يشارك في التمارين الجماعية بعد ما تعافى من إصابته في المفصل. لا تنسون معاذ فقيهي شارك معانا في 6 مباريات بالقميص الاتحادي هالموسم في كل البطولات. الوضع في الدوري ما يطمن صراحة، نادي الاتحاد يحتل المركز الثامن في ترتيب دوري المحترفين وعندنا 11 نقطة بعد ما لعبنا 8 جولات. الجولة الجاية بنواجه الرياض يوم الجمعة الجاي، ونقول يا رب إنها تكون بداية الصحوة والعودة للمنافسة بقوة. يا جماعة، الوضع مو مطمن. الظاهر إننا على أبواب أزمة كبيرة مرة داخل البيت الاتحادي، تحديداً بخصوص مصير 3 من أهم اللاعبين المحترفين اللي هم القوام الأساسي للعميد. القرار اللي صدم الكل في خطوة مدري هي تهور ولا تدبير محبوك. قررت إدارة الاتحاد تأجيل أي كلام عن تجديد عقود النجوم الكبار كريم بنزيما، نغولو كانتي وفابينيو لين بعد فترة الانتقالات الشتوية في يناير. هذا القرار سبب صدمة قوية بين جماهير جدة، زي ما كشفت لنا التقارير الصحفية اللي طلعت في الساعات الأخيرة. تدري ليه؟ لأن هذا الثلاثي كان لهم دور كبير جدا في حصد الثنائية اللي فرحتنا كلنا، دوري روشن وكأس الملك. المشكلة الحقيقية اللي تقلق الجماهير مو بس التأجيل اللي يخوف، الشيء اللي يخلي الجمهور الاتحادي على أعصابه هو إن الثلاثي بيدخلون الفترة الحرة في يناير الجاي، يعني باقي بس 6 شهور على نهاية عقودهم مع العميد. بناء على العقود اللي وقعوها مع النادي في يناير الجاي بيصير لهم الحق إنهم يتفاوضون مع أي نادي ثاني ويوقعون له بدون ما يرجعون لإدارة الاتحاد. هذا يعني يا حبيبي إننا ممكن نخسر هالنجوم الثلاثة الكبار ببلاش بدون ما نستفيد أي مبلغ مادي. القانون يسمح لهم يوقعون لأي فريق مجانا بمجرد ما يدخلون فترة الانتقالات الشتوية. إذا صار هالشيء بتكون ضربة قاضية وقوية جدا على نادينا، خصوصا لو قرروا الثلاثة أنهم يمشون بعد فترة قصيرة. ماذا عن بنزيما، الضحية الأكبر؟ الفرنسي كريم بنزيما يبدو أنه الضحية الأكبر في هذه اللعبة. النجم الفرنسي حط نفسه في موقف صعب، خصوصا بعد ما طلعت تقارير ربطته بعروض من أوروبا، وبرضو كلام عن إمكانية انتقاله لمشروع نيوم هنا في المملكة. مع تأجيل ملفه، الشكوك تزيد بخصوص رغبة الإدارة في أن اللاعب يستمر، كأنهم تركوا له فرصة أنه يتكلم مع أندية ثانية، خاصة أن فيه أندية عندها القدرة أنها تلبي طلبات بنزيما المادية مثل نادي نيوم اللي سمعناه عنه. أسوأ سيناريو يخطر على بال الاتحاديين هذه الخطوة اللي صار فيها مخاطرة كبيرة مرة. لو قرروا اللاعبون الثلاثة أنهم يبقون وطلبوا تجديد عقود بمبالغ ضخمة، ممكن الاتحاد يواجه أزمة مالية ضخمة. وإذا قرروا يمشون بالمجان فهذه بتكون ضربة قوية جدا للفريق. لكن إذا كانت الإدارة ناوية خلاص إنها تتخلى عن هذه النجوم، ممكن يكون القرار اللي سووه مدروس، لأنه بهالطريقة النادي يقدر يتخلص من أعباء مالية كبيرة بشكل غير مباشر. لكن يا خوفي من عواقب هالقرار على مستوى الفني. صراع اتحادي هلالي على مراد هوساوي. دخل نادي الاتحاد في منافسة قوية مع غريمه التقليدي الهلال، والهدف هو حسم صفقة اللاعب الدولي مراد هوساوي.
ظهير نادي الخليج خلال فترة الانتقالات الشتوية الجاية. كانت التقارير اللي طلعت في الساعات اللي راحت تشير إلى أن الهلال يبغى يضم هوساوي في يناير، ووصلتنا أخبار أن المدرب الإيطالي سيميوني إنزاغي هو اللي طالب بالصفقة. لكن مصادر صحيفة اليوم أكدت أن الاتحاد دخل بقوة في السباق مع الهلال عشان يحسم صفقة هوساوي في الميركاتو الشتوي القادم. الزبدة في الموضوع أن القرار الأخير بيكون بيد اللاعب نفسه. المصادر وضحت أن مراد هوساوي هو اللي بيحدد وجهته الجاية، وإدارة الخليج أكدت أن اللاعب هو اللي بيحسم قراره بالرحيل لأي نادي من أندية دوري روشن، تأكيداً على أن رغبة اللاعب هي أهم شيء. ويعتبر هوساوي من الصفقات المهمة جداً للهلال في يناير بسبب رغبة إنزاغي الشديدة في ضمه وتدعيم الفريق بأسماء محلية قوية. لكن نقول يا رب أن الاتحاد يحسمها لصالحنا. الاتحاد يركز على تحسين الدفاع ووليد الأحمد في الصورة. ما زال مسؤولو الاتحاد شغالين بجدية عشان يقوون صفوف الفريق في الفترة القادمة. الجهاز الفني اللي يقوده البرتغالي سيرجيو كونسيساو يركز على إعادة ترتيب وهيكلة الفريق، وتركيزه الأكبر الحين هو تحسين الخط الدفاعي اللي يعتبر من الأولويات القصوى للمدرب البرتغالي. وليد الأحمد على قائمة أهداف العميد الدفاعية. من أبرز الأسماء اللي حطها كونسيساو لتقوية الخط الخلفي للاتحاد هو مدافع التعاون وليد الأحمد. المدرب البرتغالي يتمنى أن الأحمد ينضم للفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجاية، والظاهر أن مسؤولي الاتحاد بيكثفون المفاوضات مع نادي التعاون عشان يخلصون الصفقة هذه في أقرب فرصة. معلومات عن اللاعب وليد الأحمد. حسب موقع ترانسفير ماركت، القيمة السوقية لوليد الأحمد توصل ل 550 ألف يورو، وعقده مع التعاون باقي عليه وقت طويل وينتهي في 30 يونيو 2027. الأحمد يعتبر من المدافعين المحليين المميزين في الدوري السعودي، ولفت الأنظار بأداء القوي مع التعاون، وهذا اللي خلاه محط أنظار أندية كثيرة. الاتحاد حريص أنه يسد الثغرات الدفاعية بأسماء عندها خبرة ومهارات عالية، وهذا كله عشان نرجع وننافس بقوة على كل الألقاب المحلية والآسيوية في الموسم الجاي. نتوقع أن المفاوضات مع التعاون بخصوص وليد الأحمد بتستمر في الأسابيع الجاية عشان نشوف إمكانية انتقاله للعميد في يناير. يا جمهور العميد، الميركاتو حامي والأخبار كثيرة، لكن ثقتنا كبيرة في أن الإدارة بتجيب اللاعبين اللي يضيفون للفريق ويخلونه في المكان اللي يستحقه. لازم نوقف مع النادي بكل ما أوتينا من قوة. روح الاتحاد هي اللي تصنع الفرق. خلونا ننتظر ونشوف وش بيصير، وبإذن الله القادم أجمل للنمور. يا رب توفيقك للاتحاد.